يعني كان لازم يتقبض عليكي قبل ما تعرفي لي قرار الواطي. قبل ما تخرجي من هنا هكون جايبه لك قرار، ما تشيليش هم الموضوع ده خالص. ومالك بتتكلمي بقلب جامد كده؟ كأنك ضامنه خالد ده في جيبك الصغير. قرشي هو اللي في جيبي يا حبيبتي، وطول ما الجيب مليان بيقوي القلب ويسهل الصعب. انا مش فاهمه ايه لازمتها الشغلانه بتاعتك دي. طب ما المصنع شغال الله ينور. يا اختي يا غاليه، انت هتفضلي غلبانه طول عمرك غلب السنين كده. هو انت فاكره ان المصنع الكحيان ده بيجيب حاجه؟ معذوره، اصلك ما شفتيش الصيني مغرق السوق ازاي، ده حتى في مصانع كتير قفلت بسببه. لو النبي، هو المصنع بيخسر؟ اخصى عليكي يا غاليه، ده انا كده حتى ما بقاش سيده اعمال ناجحه. المصنع كسبان طول ما العبايات بتتباع باللي جواها. يخرب بيتك، هو انت بتبيعي بضاعه مهربه في العبايه؟ فشر يا بت، انا بضاعتي كلها سخ سليم وعلى عينك يا تاجر. الحشو بتاعي بنات، الراجل من دول يشوف العبايه لابسها البت في الكتالوج وهو بيتهبل على البت من هنا، اروح شحنها له على المطالع على طول. يا نهارك اسود يا دليل، نهارك اسود. اسود ليه؟ ده ابيض وابيض قوي كمان. طول ما بيدفعوا وبيدفعوا حق العبايه ذهب يبقى ابيض. طب والبت من دول بتبقى عارفه ولا بتاخديها كده على مشمها؟ اخصى عليكي يا غاليه، مش حال ما كنتيش عارفاني، هو انت شايفاني ايه يا بت؟ طب ده انا عمري ما ضربت واحده على ايديها ولا غصبت اي واحده فيهم على حاجه. طب ايه رايك بقى ان البت من دول بتقضي المصلحه من هنا وتطلع تعمل عمره من هنا، انا اقول خلاص تابت وتاب عليها ربنا وربنا يعوض علينا. اول ما كعب جزمتها يلمس المطار الاقيها مكلماني وبتسال عن المصلحه الجايه. غيرش بس البنات اتقفشوا في اخر سفريه وقال ايه انا بدير شبكه دوليه. طب بذمتك انا عملت حاجه؟ ده انا حتى ربنا تاب عليا من ذنب. من ناحيه تاب فهو تاب، خطوبه نصوحه كمان. بامانه هي مش نصيحه قوي يعني، الامر برضو ما يسلمش من مصلحه كده نظيفه ما فيهاش عوق. وشغلانتكم بقى فيها شغلانه نظيفه وشغلانه مش نظيفه؟ طبعا زي اي شغلانه، في اللي قاعدين فوق في الاداره في التكييف، وفي العماله بقى اللي بيشموا ريحه المكن. كل واحده وحظها، اللي بتيجي مع زبونه بكرش، واللي حظها يوقعها في واحد ريحته انتن من ريحه الشربات، واللي غاوي يضرب واللي غاوي ينضرب. انما انا بقى الحمد لله ربنا تاب عليا، العماله شالت عني وساخه الشغلان عشان افضل انا بقى للتسويق والحسابات، اهم حاجه الحسابات. طب ايه رايك يا بت ان انا اول ما تخرجي من هنا همسكك الحسابات عندي؟ اتغيرت يا دلال، بس انا كمان اتغيرت. محدش بيفضل على حاله، بس انتي بقيتي واحده تانية. لا تانية ولا رابعه، غيرش بس انا فهمت ديتها. خديها مني حكمه يا غاليه، ما بينفعكيش غير قرشك وصحتك، ولا رجاله بينفعوا ولا اهل بيشفعوا. على كده بقى ما بتفكريش في الجواز؟ الجواز جاي جاي، بس يجي في وقته. ووقته ده هيجي امتى؟ لما اكون مستغنيه عنه. لا يا بنت مش فاهماكي، منين تكوني مستغنيه عن الراجل ومنين عايزه تتجوزي؟ اقولك، لازم تبقي مستغنيه عن الراجل عشان تقدري تعاشريه. لازم يبقى في ايدك القرش اللي تقدري تستغني بيه عنه لو حصل وكرهتيه، تبقي داخله بيته وانت عارفه انك هتقدري تخرجي بمزاج، والا بقى هيبقى اتحكم عليكي بسجن مؤبد، ولا في خروج في نص المده ولا حسن سير وسلوك هيشفعولك. بس اكيد ارحم من سجن القناطر. زي ما قلت لك يا غاليه، انا بصحتي والقرش اللي معايا حره، حره ولو على بابي 100 سجان.